بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لمصر، مبروك لمصر، مبروك لمصر. ده أهم حاجة النهاردة في التحليل بتاعنا، ولكن الماتش كله عك ثم تأليف ثم حاجة ما شفناهاش، وشفنا بس الحاجة الوحيدة اللي هي من ترجعك 30 سنة من أيام الكابتن جوهر، إن أنت أول 5 دقايق بتنزل تركز تجيب جول، وربنا كرمنا وجبنا الجول التاني، وبعد كده طول الماتش ما شفناش. بصراحة عك في عك طول الماتش. الفرقة المفروض بعد الهدفين في الدقيقة 3 والدقيقة 8 ولا 7، أعتقد إن أنت كنت لازم تضغط تاني بقى، تضغط تاني وتالت وتجيب التالت والرابع، وبعد كده هتلعب كورة بقى عادي وتنزل لعيبة الكورة ويعملوا لك شقلباظات في الملعب ويخلوا لك بقى ويقول لك ادي حسام حسن وبصمة حسام حسن والكلام ده. انما انت بدأت غلط. بدأت غلط في ايه؟ كان مفروض اول حاجة شوبير عشان الجون بتاع الشناوي، واللي هيقول غير كده يبقى راجل ما بصراحة ما عندوش ضمير. الكرة بتاعت الشناوي، وقلنا الموضوع مش صعب يعني، الكرة مش عافية. الكرة شوبير هو الأحق، هو الأجهز، هو اللي فايق. الجون اللي دخل فيه يحسسك ان لسه بعيد قوي على الشناوي. هتقول لي ما صد انفراد ايه؟ ده الراجل لو عملها من فوق جول. ده احنا نحمد ربنا ان الراجل ما شالهاش، ان هو حطها كده في سن الجزمه، واخد بالك؟ ولو دي مش عايزه يصدها كمان. فاول خطا مصطفى شوبير. تاني خطا ان انت بتلعب ب3 مساكين ليه؟ هتقول لي انت عملت الشوط الاولاني. الشوط الاولاني ده الفرقه مصدومه، الفرقه مش شايفه، خايفه من اول حاجه استاد القاهره، تاني حاجه الجماهير، تالت حاجه صلاح. يعني هم موهومين من ان في استاد القاهره اللي هو المرعب لكل الانديه الافريقيه، بعد كده الجماهير الغفيره اللي كانت موجوده، بعد كده صلاح موجود في الملعب، واخد بالك؟ الجون الاولاني صلاح عمله، تريزيجيه حطها. الجون الثاني مع تريزيجيه بمجهود فردي، انفراد مفروض لامام عاشور، كان خلصنا وخلص. بعد التوترات دي والارتباك بتاع فرقه بوركينا لازم نضغط ونجيب الثالث ونجيب الرابع. انما كده ما فيش بصمه المدرب، ما فيش اي حاجه، بنلعب سمك لبن تمر هندي، ما بيلعبش حد ناحيه الليفت. تقول لي اصل ده عمل وحط تريزيجيه وده جاي من ورا، ما انت تحط وراه عمر كمال وشيل حد من الثلاثه اللي ورا. يعني الثلاثه اللي ورا احنا الشوط الاولاني ما حدش راح، يعني انت بعد كده هم راحوا الشوط الثاني كتير وجابوا جول وكانوا ممكن يجيبوا التعادل. فاحنا قلنا اول واحد شوبير، تاني واحد ان يلعب بالاثنين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، العب بحمدي فتحي في نص الملعب، بلاش مروان عطيه، واخد بالك؟ ده واحد. حط ماشي جنبه امام وبعد كده تغيره وهو كان وحش اصلا، واخد بالك؟ حطه قدامه واحد زي ناصر ماهر، اعتقد ان كان هيبقى شكله حلو قوي، واخد بالك؟ وصلاح زي ما هو، وبعد كده مصطفى محمد، وبعد كده تريزيجيه، والدنيا هتبقى زي الفل. انما انت حطيت مروان وحطيت امام عاشور وبعد كده زيزو وبعد كده تريزيجيه، وبعد كده هتقول لي جبنا جونين، احنا جايبينهم من عند ربنا. يعني الجون الاولاني كره عاديه والاولى اللي حياها تريزيجيه، الجون الثاني مفيش يعني ايه، مفيش جمله اتعملت عشان نقول ايه دي بصمه حسام حسن، دي كره حسام حسن. ولكن بنقول الحمد لله ان ربنا كرم وخدنا ال3 بونت، وال3 بونت دولت يعني هيفرقوا. بس الشوط الثاني انت فين بقى كمدرب؟ ما تسحب امام ونزل ناصر ماهر. انت نزلت اكرم، ما فيش جديد. انت خليت بقى اكرم وحمدي فتحي ومروان عطيه ال3 ديفندرات. قال طب مين اللي هيلاعب الناس كوره؟ مين اللي هيمسك كوره؟ فانت نزلت اكرم، لا كنت طلعت حمدي فتحي هو ومروان الاثنين في نص الملعب، وكنت بدل ما اكرم نزل كنت نزلت ناصر ماهر، اشد مصطفى محمد وانزل مصطفى فتحي وادخل محمد صلاح راس حربه. كنت هتبدا تعمل التغييرات دي، هتلاقي فيه 2 3 لعيب الكوره هيعملوا لك حلول كتير في الملعب. ولكن معلش انت واقف على الخط زيك زي الجماهير، هم ضاغطين وبختك يا ابو خيت، احنا جبنا جون جبنا ما جبناش اهلا وسهلا. انما لو هم جابوا جون التعادل كانت هتبقى مشكله، ومشكله جامده. وانت حييت فرقه زي دي، لان الماتش اللي هناك هيبقى صعب، ولسه التصفيات بالشكل ده هتبقى صعبه. فالمهم في كل ده ان الجونين جم بطريقه ما فيهمش كوره مثلا ملعوبه،
صلاح بيعمل كروس عادي، وعادي الراجل لو خد الخطوه كان طلعها لولا تريزيجيه اللي جه من ورا وحيا الكوره. طيب الجون الثاني تريزيجيه استلم الكوره بعد ما الراجل طلعها وعمل نفسه انه شوط وقطم، وقام جاي شايط برجله الشمال. بعد كده ما شفناش الا كوره امام اللي هو حطها له صلاح انفراد، وكان المفروض تبقى الثالث ما جاتش. لينا ضربه جزاء ما اختلفناش ان مصر ليها ضربه جزاء، ولكن كبدايه ماشي. بس يا حسام لازم تاخد باك ليفت احتياطي، لازم في الخيارات اللي جايه. بص لمحمد هاني، ده نقطه ضعف فظيعه. ما تجاملش، هتجامل على حساب نفسك زي النهارده ما جاملتش النووي على حساب نفسك. انا بكلمك بمنتهى الامانه. ف يعني اطلع من العبايه دي، اطلع من عبايه المجاملات، عشان انت بتعمل اسم لنفسك ولمدربين مصر كلهم، وفي نفس الوقت انت بتعدي بمصر عشان نوصل كاس عالم. يعني النهارده الماتش يخوف، وربنا يستر الماتش اللي جاي. فانت محمد حمدي هيرجع وممكن تظبط الامور، بس في لعيبه ما تلعبش. يعني امام عاشور النهارده يطلع من اول ربع ساعه، واخد بالك؟ مصطفى محمد يطلع من اول ربع ساعه، واخد بالك؟ عندك مين تاني؟ يعني متهيألي لو في ناصر ماهر في الملعب هيمسكك كوره احسن ويلعب. وبعدين انت راح تنزل اوفا وتنزل ابراهيم عادل. طب فين يا راجل مصطفى فتحي يا راجل؟ وبتنزلهم في الدقيقه الاخيره. طب ما ماشي، ما تحط مصطفى فتحي، حط مصطفى فتحي يا راجل. انا ما اعرفش التفكير ده ايه، يعني التفكير ده ايه عشان تقول ان انت بتطلع وجوه جديده؟ ما فيش في وقته. يعني انت مثلا لا قدر الله كنت اتعادلت، كنت هتلاعب اوفا وكنت هتلاعب ابراهيم عادل، ولا كنت هتلاعب مصطفى فتحي عشان ينزل ينقذك ويعمل لك جون ولا يجيب جون؟ انا ما اعرفش بصراحه. على العموم احنا بنقول مبروك لمصر، وان شاء الله اللي جاي افضل، ويا رب ان شاء الله بعد 4 ايام نكسب غينيا عشان نريح دماغنا، ويبقى كده احنا باذن الله قفلنا الكتاب زي ما بيقولوا. وان احنا بقى الماتشات اللي بعد كده هتيجي بقى على ملعبنا، او حتى لو خرجنا كل الفرق ضعيفه، وان شاء الله باذن الله يبقى فتحه خير لمصر ونوصل كاس عالم. شكرا، واشوفكم في فيديو قريب باذن الله. السلام عليكم. بالك انت كابتن رضا عبد العال، يعني انت وتسيب الراجل في حاله، تسيبه يشتغل ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه. بس انت سيب الراجل يشتغل، ان انت حضرتك وبنظام حضرتك ده روح انت امسك المنتخب. ايه ريحنا من القصه دي، روح انت امسك المنتخب وبقى ورينا هتعمل فيه ايه. يبقى وريني انت هتعمل ايه. ولا هتعمل اي حاجه، ولا هتعمل اي حاجه، بالعكس. مش عارف احنا ممكن نوصل لايه تاني اكتر من اللي احنا فيه. فانت بقى ممكن تعلي سقف طموحاتنا وتنزلنا، مش عارف تنزلنا فين يعني. فاهمني؟ هتخلينا نقفلها نبطل. فسيب الراجل يشتغل يا كابتن، عشان هو في المكان الصح. كابتن حسام في المكان الصح واختياراته صح، وهنفضل ندعمه ان شاء الله باذن الله. لان احنا اللي احنا شفناه النهارده في الشوط الاول منتخب مصر حاجه تبشرنا بخير، فاحنا هندعم الراجل. فانت بقى ايه، سيبه في حاله، سيبه في حاله علشان خاطر يعرف يشتغل. اوكي يا باشا مصر، يا رب يكون اوكي.